انت كويسه؟ أنا كويسة يا حبيبي، اطمن. الواد ده عمل لك حاجه؟ لا ما عمليش حاجة، بس هرب سيد وناجي. هرب سيد وناجي. صدق يا غريب، كان نفسي اقول لك نورت بيت اخوك، بس ماليش نفسي يا اخي. ليه؟ ما وحشتكش؟ لا ما وحشتنيش. صدق يا دودو، طلع عندك حق لما قلت لي البس الكرافته الكحل الساده بلاش الكحل المنقطه. طب انا هشاهد غريب اخويا، بذمتك يا غريب، الكحل المنقطه ولا الكحل الساده؟ لا المنقطة. المنقطه يا اخي، طول عمرك زي الشريك المخالف. فاكره يا هدى واحنا عيال صغيره في الملجأ كنا نتلم نغني توت توت قطر صغنطوط، وهو كان يغني سو سو عشان هو سو، اصل ده عصفورة مختار. مختار يلا اللي بعتك هنا عشان تراضيه. مش عشان اراضيها يا ياسين، انا كنت طفل جعان وخايف. لا لا ما تشغلش بالك بالحكايه دي، كلنا كنا اطفال جعانين وخايفين عشان هما كانوا بياخدوا التبرعات اللي جايه لنا لنفسيهم. هي المشكله عارف فين؟ ان انت هتعيش طول عمرك جبان وضعيف وخايف لو معاك كنوز الارض. ما اقدرش اشيلك من دماغي يا ياسين، وكل ما ابص في المرايه واشوف وشي ما اقدرش انسى الحرق ده. بس كمان ما تنساش دي كانت ردة فعل مني على اللي انت عملته. ده كلام فارغ، اللي انا اقدر افهمه ان انت عايشتني بوصمه في وشي. بص يا غريب، هي وصمة العار الحقيقية إن أنا اعتبرتك زي أخويا، كنت بقسم اللقمة معاك ونصحى لحد الصبح، تقوم أنت موصل كل حاجة لمختار عشان تحل رخيص وناقص. ناخد حقي تالت ومتالت. وبعدين عمل ايه مختار؟ ده راجل كبرك واداك لراجل غني، عمل لك ايه؟ تشغلش انت بالك عمل لي ايه، انا ليا حق عنده وهاخده. بقول لك ايه، مش كرافته الكحلي الساده احلى من المنقطه؟